يوه، بسم الله الرحمن الرحيم. فين طبق المحشي ونص الفرخة اللي أنا كنت شايلهم عشان أتعشى بيهم؟ كده الدايت بتاعي هيبوظ. بنتي يا سعيدة، بنتي يا سعيدة، تعالي هنا يا مقصوفة الرقبة. هو أنت يا بنتي ما بتاكليش المحشي؟ طبق المحشي بتاعي ونص الفرخة اللي أنا شايلهم أتعشى بيهم راحوا فين؟ كده يا بنتي الرجيم هيبوظ مني ومش هعرف أظبطه. ما هو يا خالتي، ما هو ايه يا بنت انطقي؟ انتي ما بتاكليش محشي الكرنب، يبقى راح فين؟ بصراحة كده يا خالتي، من غير ما تمدي ايدك ومن غير ما الشباشب تتطاير في البيت، من غير اي حاجة يا مقصوفة الرقبة، قولي لي بس ايه اللي حصل؟ ورك الفرخة راح فين يا خايبة؟ بصراحة كده يا خالتي، الواد حمادة الكهربائي لقيت وشه اصفر قوي يا حبة عيني، وواقف على رجلي طول النهار. ناديت عليه وقلت له: يا اسطى حمادة، انت وشك اصفر كده ليه وشقيان يا حبة عيني؟ قال لي: يا انسة سعيدة، انا قاعد لوحدي وما بلاقيش حد يعمل لي اللقمة، بصراحة ربنا صعب عليا. يا لهوي، اديتيله يا بنتي نص الفرخة وطبق المحشي بتاع الدايت بتاعي؟ لا يا خالتي، ما هو انا لسه جايلك في الكلام، واصبري عليا. طب يا اختي تعالي، هو انا مستنياكي. انا يا خالتي حبيت فعلا اديله المحشي ونص الفرخة، بس طبعا ما ينفعش اشيل المحشي والفرخة واروح له المحل اديله من غير مناسبة. انت عايزاه يقول عليا مدلوقة ولا ايه؟ لا يا اختي، ودي تيجي، ما البلد كلها عارفة ان انت مدلوقة وهتموتي على الجواز. كملي يا خيبة الامل، ايه اللي حصل؟ انا لقيت اللمبة بتاعت اوضتي بترقص يا خالتي، بتعمل كده شك شيك شك. نعم يا اختي، اللمبة بتعمل ايه؟ شيك شك شك. والله يا خالتي، هو انا هكدب عليكي يعني؟ انا لقيتها بتترقص، قلت لا، احنا بيت طاهر وما ينفعش حد يترقص فيه ابدا. رحت يا خالتي الحماده وقلت له: يا اسطى تعالى غير لي اللمبه بتاعت اوضتي. قال لي: عينيا يا قمر. تصدقي بالله يا خالتي، اول ما قال لي عينيا يا قمر، حاجه كده رفرفت على قلبي، كاني يا اختي دخلت الجنه وطلعت منها تاني لما شفتك. قصدي يعني يا خالتي لما رجعت لارض الواقع. وبعدين يا خالتي جه وغير اللمبه، وقلت له: تشرب شاي ولا حاجه ساقعه؟ قال لي: انا لسه على لحم بطني. قلت يا نسبتي ودي تيجي، رحت شايله طبق المحشي ونص الفرخه واديتهوله وقلت له: الف هنا وشفا على قلبك يا استا حماده. غلطت يا خالتي، ما انت طيبه وقلبك طيب وكل الناس بتحبك. يا شيخه يطفحوا على قلبه هو وانتي، وانا يا بت مالي؟ كده الرجيم بتاعي باظ يا خيبه الامل. امشي يا بت من وشي، ما بقتش طايقاكي. وعلى الله يا اختي، بعد ما خد الطبق المحشي ونص الفرخه يجي يتجوزك. اسكتي يا خالتي، مش بعد ما كل وشبع قال لي شكرا بقى انا كنت هروح لعروستي جعان؟ اصله خاطب يا خالتي من 3 اشهر وانا معرفش. يا اختي كمان طلع خاطب؟ انا بقى لو منك وانت بنتي تربيه ايدي بصحيح كنت نزلت عليه بالشبشب لحد لما طفحته طبق المحشي ونص الفرخه. استني يا خالتي، انا سامعه كده زي ما يكون الباب بيخبط. ايوه يا اختي، تلاقي مصيبه جايه جديد. روحي يا اختي يا خيبه الامل، شوفي مين اللي على الباب. البنت سعيده الجميله الشقيه بتروح عشان تشوف مين على الباب. اول ما بتفتح بتلاقي ست عجوزه بتقول لها: مساء الخير يا شابه، انا يا اختي جايه لخالتي مبسوطه، عايزاها في موضوع مهم قوي. خالتك؟ ده انت اللي خالتنا كلنا يا ست الحاجه. عموما يا اختي تعالي تعالي ورايا. يا خالتي مبسوطه، يا خالتي مبسوطه. فيه ايه يا بت؟ مين اللي على الباب؟ الحقي يا خالتي، فيه واحده يا اختي دفعه عرابي بتقولي قال ايه عايزه خالتي مبسوطه في موضوع مهم. دفعه عرابي؟ ده الدفعه دي كلها ماتت من زمان، بس ولا دخليها يا اختي اما نشوف ايه الحكايه. دخلت الست ام احمد وهي بتقول: مساء الخير يا خالتي مبسوطه، سمعت عنك كتير قوي وعرفت ان انت حللت العقد والناس بتيجي عندك مكسورة الخاطر تطلع مجبورة الخاطر. استني يا ولية، ده انا كرهتك من اول ما دخلتي. من يا ولية اللي خالت مين؟ انا خالتك انتي يا ولية؟ ده انت دفعة امي. هي ست مبسوطة، احنا يا اختي مش جايين نسنن ونشوف مين اكبر من مين. انا جاية اشتكيلك من ابني ومن مرات ابني. لا، ده كده الموضوع كبير قوي. خلي يا اختي كرهي ليكي على ناحية،
بنت يا سعيدة، هاتي السبرتاية وهاتي عدة القهوة وتعالي عشان نسمع الحكاية. اتفضلي يا ست ام احمد، احكي الحكاية بس من البداية. امال ايه حكي؟ ما انا يا اختي ما احبش الدخول المفاجئ ابدا. انا هحكي لك يا ست مبسوطة. انا يا اختي ما خلفتش من الدنيا غير احمد ابني، وابوه راح وسابه وهو عنده 15 سنة. كنت وردة مفتحة، كل اللي يشوفني عايز يتجوز، لكن انا قلت لا، لا يمكن ادخل على الولا جوز يبهدله وطفي السجاير تحت بطاطه. اصيلة يا ام احمد. وبعدين يا اختي ايه اللي حصل؟ جوزته يا اختي، جوزته من 2.5 سنين، وكان مسافر بلاد بره. نزل قال لي يما دوري لي على عروسة. خلاص يا احمد يا ابني، انا لقيت لك عروسة زي القمر. بنت كده يا اخويا، بنت واحدة صاحبتي من زمان قوي، كنا قاعدين عندهم في البيت القديم. البنت كبرت وحلوت وخلصت الكلية بتاعتها، وانا اول ما شفتها قلت لازم أنا اخطبها لك. خلاص يا امي، ما دام انت شايفة كده انا موافق، بس اعملي في حسابك يا امي الخطوبة والفرح كله لازم يتم في خلال الشهرين دول. ما انت عارفة ان انا اجازتي كلها شهرين، وبعد كده هرجع السعودية تاني. وماله يا حبيبي، سيب مراتك بقى معايا وارجع شوف شغلك. وبالفعل تمت الخطوبة والفرح في اقل من شهرين. شقتي كبيرة يرمح فيها الخيل، واتجوزوا في الأوضة اللي جنبي. ويوم الصباحية فتحت الباب ودخلت على ابني عادي أصحيه زي كل يوم. أحمد يا ولا يا أحمد، اصحى يلا، الساعة 8:30 وأنا جهزت لك الفطار. إيه ده؟ انت دخلتي هنا ازاي يا طنط؟ دي أوضة نومي أنا وجوزي واحنا عرسان يوم الصباحية. انت دخلتي هنا ازاي؟ يوه مالك يا بت، قومي انت رخرة استوري نفسك يلا. انا يا اختي جهزت الفطار، ابني لازم يفطر كل يوم، امال ايه ده شقيان هو زيك عواطلي. استني يا ست ام احمد، استني يا اختي كده وفلاش باك لحته ورا. انت دخلتي على العريس والعروسه اوضه نومهم وهم نايمين يوم الصباحيه؟ ايوه يا خالتي مبسوطه، ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هو ابني ده انا كنت بحميه وهو صغير. يا ولية كنت بتحميه وهو صغير، مش وهو راجل بشنبات. يا ولية عيب عليكي، في حد برضو يدخل على عريس وعروسة أوضة نومهم؟ مش كفاية إن البت رضيت وقعدت معاكي في نفس الشقة؟ نعم ليه؟ وانت عايزاها كمان تاخد ابني الوحيد وتمشي؟ ما هو ابني هيسافر والشقة هتقعد فاضية عليا يرمح فيها الخيل، بدل ما يشتري لي أنا شقة يشتري 2. طب كملي يا ست أم أحمد، خلينا نشوف ايه الحكاية. معلش يا سمر يا حبيبتي، امي متعوده انها تدخل تصحيني كل يوم. معلش يا امي، بعد كده ابقي خبطي وسمر هتفتح لك. انت اتجننتي ولا ايه يا احمد؟ انا يا ابني اخبط عليك؟ يا ولد انا كنت بغير لك البامبرز واحميك. اخصى عليك يا احمد، كده كده يا احمد تزعل امك؟ هو انت عليك تقول لي الكلمه دي؟ اخصى عليك، ما تمرش فيك ال 14 كيلو لبن اللي انت طحتهم مني. يا امي لو على ال 14 كيلو لبن اجيب لك بدالهم، بس لازم يبقى في حدود برضو. سمر لسه عروسه ومن حقها تلبس اللي هي عايزاه. يوه ما تلبس، هو انا غريبه ولا ايه؟ يلا يلا مستنياكوا بره على السفره. ومرت الايام وانا كنت بعمل كل حاجه في البيت. مرات ابني دي ما بخليهاش حتى تدخل المطبخ. اصلا انا يا خالتي مبسوطه اقرف اوكل ابني من ايدين اي واحده، والبت كانت متضايقه. وفجأة كده من غير مقدمات الشهرين خلصوا، ولقيت ابني راجع مبسوط وهو بيقول يا سمر يا حبيبة قلبي، خلاص الكفيل بتاعي وافق انه يديني سكن خاص، هاخدك معايا. صحيح بجد يا احمد؟ اللهم لك الحمد والشكر يا رب. بصراحة كنت متضايقة قوي ان انا هقعد لوحدي وانت هتسافر وتسيبني. يا لهوي، انت عايز تاخدها معاك السعودية وانا اقعد لوحدي يا احمد؟ اخصى عليك، هتسيبني لوحدي يا ابني بين 4 حيطان؟ سافر وخد مراتك، وانا لما اموت ما لاقيش حد يخبط عليا. لا يا امي، ما انت كنت عايشه يا امي وكان في واحده بتيجي تخدمك وتقعد معاكي طول النهار. ايه اللي جد يعني؟ اللي جد يا احمد ان انت خلاص اتغيرت عليا. طبعا ما هي سحرت لك عشان تعمل كده في امك. بقول لك ايه، انا رجلي على رجلها، لو خدت مراتك السعوديه تاخدني معاها. خلاص يا امي اخدكم انتوا الاتنين، مفيش مشكله. احمد انا ما بقتش مبسوطه يا احمد،
انا من ساعه ما جيت السعوديه وانا بقيت مخنوقه اكتر ما كنا في مصر. الشقه صغيره قوي، واي كلمه بنقولها امك بتسمعها. يا احمد حرام عليك، امك بتتصنط علينا. مستحيل طبعا، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده يا سمر؟ امي ست محترمه. وفجاه بتفتح الست الباب وبتدخل وبتقول: مين يا بنت اللي بتتصنط عليكوا؟ انا يا اختي كنت معديه عادي كده من قدام الباب وسمعتكوا بتتكلموا، وامبارح نفس الكلام، كنت طالعه من الحمام سمعتكوا بتتكلموا. وبعدين لعلمك بقى، هو انت فاكره ان انت هتقولي اسرار لابني؟ اي كلمه بتقوليها لابني هيجي يقولها لي. ده ابني، ابن امه، اللي انا يا اختي عشت العمر كله عشان اربيه وما رضيتش اجيب له جوز ام. صح يا احمد؟ لو سمحتي يا امي ما تفتحيش الباب علينا وتدخلي كده تاني من غير ما تخبطي. اظن يعني دي خصوصيه، وده اقل حاجه. وسمر عندها حق، مش اي موضوع يا امي تتدخلي فيه. سمر تعبانه وعلى وش ولاده زي ما انت شايفه. كده يا احمد بتنصرها عليا؟ طبعا، ما انت كنت عايز ترميني في مصر وتسيبني لوحدي لك لابس سكك وتجيب الست هانم تفسحها هنا. نتفسح ازاي يعني يا حماتي؟ هو انت بتسيبينا؟ ده احنا على السرير بتاعنا ومش عارفين ناخد راحتنا. اي خروجه بتيجي فيها، ده حتى لو احمد واخدني ان انا اروح للدكتور لازم تيجي معانا. طبعا، هو انت فاكره اللي في بطنك ده هيبقى ابنك لوحدك؟ لعلمك بقى انا اللي هرضعه وانا اللي هغير له وانيمه معايا كمان. احمد اتفضل بقى اتصرف مع الست والدتك عشان ما بقتش مستحمله بجد. ومرت الايام يا خالتي مبسوطه، والبت ولدت وجابت ولد زي القمر، وكل شويه تيجي تقولي: لو سمحتي يا حماتي، الولد بعيط وانا صدري شد عليا، عايزه ارضعه. بقولك ايه، انا جبت له لبن صناعي، وبصراحه ربنا كده مش عايزه الولد يتعلق بيكي زياده عن اللزوم. روحي يا اختي، روحي شوفي لك شغلانه تانية اعمليها. ازاي يعني يا حماتي؟ ده ابني انا وانا اللي لازم ارضعه وربنا باعت له رزقه، ازاي تقولي كده؟ بقولك ايه، انا ربيت يا اختي ابوه شحط زي الطور، وراكي اهو سامعني، واللي انا اقوله تسمعيه. ولعلمك انت نزلت امبارح من غير ما تقوليلي ورحت جبت للولا شويه هدوم هلاهيل، هتنزلي ترجعيهم تاني؟ ولا اقولك ابعتيهم يا اختي لاخواتك في مصر، ابني ما يلبسش اللي على ذوقي. ولا ايه يا احمد؟ اه طبعا يا امي، انت ذوقك حلو جدا وتربيتك ما شاء الله عليها، ما انت حتى لسه قايلاها، انت ربيتيني زي الطور واقف قدامك. بس هي امه برضو يا امي، وبتقول لك صدرها تعبها من اللبن وربنا بعت له رزقه، ليه انت تحرميه؟ بقول لك ايه يا احمد، اللي انا اقوله هو اللي يتنفذ، انت فاهم ولا لا؟ وبقول لك ايه يا اختي، ما تحاوليش تدخلي المطبخ تاني عشان انا بقرف من اكلك، فاهمه ولا لا؟ في ايه يا حماتي؟ هو انت مش عايزاني اطبخ ولا عايزاني اشيل ابني ولا ربيه ولا حتى اجيب له هدومه ولا عايزاني اقعد اتكلم مع جوزي؟ انا حاسه ان انا ضيفه هقعد معاكوا شويه وهمشي. قولي يا رب يا اختي. بقول لك ايه، هو انت داخله علينا بالحنجل والمنجل، عايزه تاخدي ابني ودلوقتي كمان عايزه تاخدي ابنه؟ لا، يا كده يا اما نزلوني مصر اقعد لوحدي وكلاب السكك تاكلني. لا يا حماتي، على ايه؟ انا اللي هنزل مصر، انا هكلم اهلي واخليهم يحجزوا لي على اول طياره وسايبالك البيت وماشيه. هو ده اللي حصل يا خالتي. مبسوطه البت يا اختي، قال ايه زعلت ونزلت مصر لوحدها، وقال ايه ابوها بيقول لابني لا اما تقعد لوحدها وانا انزل، واحده بس تفضل في السعوديه مع ابني، يا انا يا هي. انا يا اختي نزلت من قهرتي، والولا قال ايه نزلني ونزل معايا عشان يصالحها. يرضيكي يا خالتي مبسوطه؟ اولا كفايه كلمه خالتي مبسوطه دي، عشان قلتلك ان انتي دفعه امي الله يرحمها وبشبش الطوبه اللي تحت راسها. ثانيا يا حاجه، هو انت عشان ربيتي ابنك وترملتي عليه يبقى خلاص بقى حكر ليكي؟ ابنك كبر زي ما انت بتقولي وبقى راجل ملوه هدومه، ولازم يكون له حياته الخاصه، مراته، ابنه، وهي ام زيك بالظبط عايزه هي كمان تربي ابنها عشان يبقى زي الطور زي ابوه. ولا ايه رأيك؟ تحرمي البت انها ترضع ابنها، تحرمي البت انها تجيب لابنها هدوم علشان كل حاجة تبقى على ذوقك انتي؟ اسمحي لي بقى يا ست ام احمد، انتي ست مفترية، اي والله العظيم ما بجاملك، انتي فعلا مفترية. وعشان كده انا عايزة اقولك، مش معنى ان ابنك يبقى بار بيكي ان انت تفضلي لازقاله، دي سنة الحياة، كل واحد بيطلع من دايرة امه وابوه
ويبدأ له دايرة جديدة، زي ما انت زمان اتجوزتي واحد وخدتيه من أمه وبقى جوزك وملكك وربيتي عيل ومحدش كان يقدر يحط ايده عليه. صح يا ام احمد؟ بصراحة يا خالتي مبسوطة، انت عندك حق، بس انا بحب ابني برضه ومتعلقة بيه قوي. يا حاجة ام احمد، ابنك هيفضل ابنك طول العمر، مستحيل حد ياخده ولا يغير الموضوع ده. انما هو له مراته، ومراته لها جوزها ولها بيتها وابنها، ولازم هي كمان تاخد دورة الحياة الطبيعية. احنا مش اشتريناها ولا ابنك ضحك عليكي. خليكي حما خفيفة لطيفة ظريفة كده. طب ما انا اهو قاعدة لوحدي والبنت سعيدة بكرة تتجوز وتمشي وتسيبني وما خلفتش، يبقى ايه؟ هموت يعني؟ ولا هي دي سنة الحياة؟ سيبي ابنك يعيش وما تبقيش تقيلة على قلبه، ما تبقيش سبب نكد ليه ولمراته. خلي مراته ترجع معاه، وانت خليكي عايشة زي ما انت. خليهم يجولك بالحب مش يجولك غصب عنك. خليها يا ست تخلف عيل واتنين وتلاتة، وساعتها هتزهق من المسؤولية وترمي عليكي. بس كله بالحب يا حاجة، مش بالتحكم ولا بالسيطرة اللي انت فيها. عندك حق يا خالتي، مبسوطة. تصدقي انت ريحتيني قوي. طب يا اختي ادام انا ريحتك يبقى انت كمان ريحيني وبطلت تقولي لي يا خالتي مبسوطة. انا اللي قد يا ام احمد لسه يا اختي ما دخلتش دنيا. بنتي يا سعيدة تعالي يا مقصوفة الرقبة. انا هنا يا خالتي، سامعه الحكايه من الاول. وبعدين يا اختي بتصالحي الوليه على ابنها ليه؟ ما كان هيطلق البيت وكان هيتجوزني، وانا يا حماتي كنت اخليكي تطبخي وتنظفي وتربي العيال وتعملي كل حاجه. في ايه يا خالتي مبسوطه؟ بدل ما تصطادي عريس بتصالحي الناس يا اختي على بعضيها، بلا خيبه. شفتي البيت؟ عايزانا يا بنتي نخرب البيوت؟ يا بنتي يا عبيطه، بكرة تطلي بالأبيض ويجيلك الفارس اللي يخطفك على حصانه، وافرح بيكي واعمل لك فرح اليوتيوب كله يتفرج عليه. يلا يا اختي انهي الحلقة وخلي خالتك ام احمد تمشي، لانها بصراحة ربنا رفعت لي ضغطي انا والمتابعين. ولا انتوا رأيكم ايه؟ الست ام احمد رفعت ضغطكم ولا انا قاسية وبتبلى عليها؟ مستنية رأيكم في الحكاية تحت في التعليقات. انزل يا ابني بتتر النهاية واقفل الحلقة على كده، فركش.